السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تشجعينا لنشر المزيد من قناة إخبار نيوز، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ضوابط التعليم لدخول العاملين المدارس مع انطلاق الدراسة. حددت وزارة التربية والتعليم الفني عدة إجراءات وضوابط لدخول المعلمين والإداريين المدارس مع دخول العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل في إطار تطبيق الخطة الوقائية والصحية بسبب فيروس كورونا. نستعرض في التقرير التالي الضوابط والإجراءات. تطعيم المعلمين. قطعت وزارتي التربية والتعليم الفني والصحة والسكان شوطا كبيرا في تطعيم المعلمين، حيث تم تسجيل كل بيانات المعلمين والإداريين على موقع وزارة الصحة، عدا نسبة بسيطة تصل إلى 3%. كما تم تطعيم نسبة كبيرة من المعلمين استعدادا للعام الدراسي، بعضهم حصل على جرعتين والبعض الآخر جرعة واحدة، إضافة إلى تسجيل البعض وفي انتظار التطعيم. كما وجهت التربية والتعليم بضرورة توجه المعلمين إلى مقر الحصول على اللقاح في الموعد المحدد. متابعة تلقي التطعيم. وجهت وزارة التربية والتعليم الفني المديريات التعليمية بتنفيذ مديرياتها خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك استعدادا لبدء عام دراسي جديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم قبل الجامعي. كما شددت الوزارة على الإجراءات اللازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا. إجراء مسحة كورونا. قالت الوزارة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك، كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم، وذلك في ضوء تقرير طبي من التأمين الصحي. والتجديد على العاملين لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع. عدم دخول مقر العمل. أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف تعليمات الإجراءات الوقائية كالامتناع عن التطعيم أو إجراء مسحة مرتين في الأسبوع، مع أعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية من أخبار نيوز.